إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذه الأيام كما لا يخفى على أحد تمر بلادنا بأحداث متسارعة متوالية تثور حول كثير منها شكوك كثيرة. فالذي يحدث من أول بداية دخول البلاد في طريق الديمقراطية التي اتفق عليها الجميع، ديمقراطية بمعناها المعقول شرعا. المعقول شرعا يعني الذي يستظل بمظلة الشريعة الإسلامية، لأن هناك ديمقراطية يعني منفتحة جدا ليس لها سقف، وهذه التي يحذر منها المحذرون ويكفر بها المؤمنون، وهي الديمقراطية التي لا يعني يحجزها دين، بأن يكون فيها حكم الشعب للشعب مطلقا عن أي دين وعن أي قيد. فلو الشعب أراد شرب الخمر فليشرب الشعب الخمر. فمثل هذه الديمقراطية نحن نكفر بها لا محالة، ويكفر بها كل مؤمن. لكن الديمقراطية التي تستظل بمظلة الشرع يعني يستفتى الناس فيها ويؤخذ بآرائهم فيما يمكن فيه ذلك بما لا يعارض الشريعة، فمرحبا، ما عندناش أي مشكلة. فمن أول ما بدأت البلاد تدخل إلى هذا الطريق الذي نظن أنه بداية انفراج الأزمة، ومن لا يعجبهم هذا الأمر يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإرجاع البلاد إلى نقطة الصفر أو إلى ما تحت الصفر. والسؤال الذي إذا عرفنا الإجابة عنه استطعنا أن نجيب على من الذي يفعل هذا. السؤال الأول إجابته ستكون هي المثير للسؤال الثاني. السؤال الأول: من المنتفع من وراء هذه الفوضى؟ من الذي لا يريد للبلاد أن تسير في الاتجاه الصحيح؟ أو بصورة أخرى: من الذي لن يخدمه هذا الطريق السلمي الصحيح؟ من الذي سيخرج في آخر هذا الطريق صفر اليدين؟ إذا استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة استطعنا أن نقرب شيئا ما من إجابة السؤال الأصعب، وهو من وراء هذه الأحداث. فالطريق الديمقراطية الآن من الانتخابات طبعا فاجعة لكثير من الناس، فاجعة لمن يحارب الشعب. جماعة اللي هم عايزين يجوا كده بالبلطجة وعايزين يتحطوا كده وخلاص على رؤوس الناس بالتعيين، ودول يناسبهم هؤلاء يناسبهم جدا النظام الدكتاتوري اللي هو لا يرعى أحدا، ملوش علاقة بإرادة الشعب ولا غير الشعب. هو بيعمل اللي هو عايزه، اللي هو شايفه الأصلح للبلاد بوصفه الوصي على البلاد، وبوصفه هو الوحيد اللي بيفهم في البلد دي كلها، والناس دي كلها ما بيفهموش. فهو إذن يفعل ما يشاء، على حد ما قال بعض المجرمين يمدح المعز لدين الله الفاطمي وهو المذل لدين الله الفاطمي، بيقولوا: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فإنك أنت الواحد القهار. يا سلام، هذا طبعا كفر، وهذا مرتد، قائل هذا مرتد. ليه؟ لأن الذي يحكم وهو الواحد القهار هو الله عز وجل، وهو الذي يقدر. ففيش حد يتقال له كده خالص، إيه ما شئت لا ما شاءت الأقدار دي؟ لا طبعا، القدر قدر الله وما شاء فعل، والناس كلها تحت قدره.
ويفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ما حدش بيعرف يختار حاجة، حدش يقدر يختار ان هو يجي او ما يجيش هنا. ده لو مقدر ليه يجي هيجي غصب عن الجميع، ولو مش مقدر يجي مش هيجي لو وقف على راسه. مفيش حد بيختار يعيش او يموت، مفيش حاجة اسمها كده خالص. فجماعة الدكتاتوريون الجدد ما مش عاجبهم الانتخابات، عمرها ما هتعجبهم. ليه؟ لأنهم هم عندما ندخل مسألة الشعب يريد من، هم كانوا طول عمرهم يقولوا الشعب عايزنا إحنا، وإحنا اللي الشعب بيحبنا، والشعب شعب بيفهم ومتنور ومش هيضيع نفسه، مش هيرمي نفسه في أحضان الجماعة المتخلفين اللي هم إحنا يعني. فضت خيركم كده، كانوا بيقولوا كده. فلما جاء الشعب يختار ما اختارهمش خالص خالص، طلعوا صفر على الشمال وليسوا في محيط الرؤية أصلا. فقال لك الشعب أكيد اتعمى، الشعب ده أعمى، ازاي مش شايفنا يعني؟ ما هم كبار قوي في أعين أنفسهم، هم عاملين ينفخوا في نفسهم نفخ شديد لغاية ما بقوا حاسين هم حاجة كبيرة قوي، هم في الواقع هوا في شنك دبوس قد كده يفرغهم، مش حاجة. فلما الشعب اختار خلافهم الكلام مش عاجبهم. عشان كده في أحداث محمد محمود الأخيرة قبل أحداث مجلس الوزراء، لما الدنيا هاجت وماجت وطب طلباتكم وعايزين إيه، قال لك حكومة إنقاذ وطني على رأسها البراتعي. طب ده جا منين دوت؟ يعني ليه البراتعي؟ ليه مش حد تاني؟ لا هو ده. والراجل طبعا ما صدق، قال يا جماعة أنا مستعد أتنازل عن ترشحي لرئاسة الجمهورية وأقبل بمنصب رئيس وزراء، أي حاجة والسلام. خد بالك ده عبده مشتاق خالص، ده الراجل هيموت على نفسه، ده عايز أي حاجة أو كده يعني. طب بسلامتك بقى، أنت إيه مقومات حضرتك وخبرتك بأحوال مثل هذه البلاد عشان تنقذها في 6 شهور من الورطة اللي هي فيها؟ يقول لك لا ده بقى ده المعاهد الحصى السحرية، هيجي يعمل كده هتبقى مصر كلها كده وكده وكده، خلاص الله يرحمنا جميعا، خلصنا يعني. ايه يعني؟ معلش الراجل ده ماشي، راجل كان مدير مش عارف الطاقه الذريه ولا النوويه، ماشي، ايه علاقه دوت باداره شؤون بلد محترف؟ بلد الان واقع خالص، عايز حد على الاقل عنده خبره، عنده تصور، ما راجل معجون في البلد دي، زي ما قالوا الراجل الثاني التعبان ده اللي بيقول لك يكون عارف ازاي يصغر ذكر البط. يعني مش قوي كده، اي نعم مش وصلنا للبط يعني، على الاقل يعني ياكل زي بني ادمين دي، مش وصلنا للبط لسه. خد بالك هو احنا هنجيبه خول زريبه يعني ولا حاجه يزغط بط ايه وبتاع ايه؟ فهم بعد القصه دي كلها فورا عايزين مين؟ الحقونا بالبرادعي. طب مش هيلحقكم بالبرادعي ايه يعني؟ طب اعملوا طب انت ما تعملوا انتخاب، دخلوه مجلس الشعب، شوف كم واحد يختاروا. طب مجلس ما هو الان ادرك لما بدات توجهات الناس تتضح ان هو دخل سباق الرئاسه مش هياخد حاجه. طب يبقى مجلس وزراء بقى، وساعتها لما يبقى مجلس وزراء يقول لك انا عايز صلاحيات كامله، وساعتها بقى ربنا يحلها. شبط. وعشان نفكه هنروح نجيب بقى الخبراء اللي بره اللي عارفين الفك وتركيب يفكهن. ما هو الراجل مش بتاعنا، ده جاي من بره، خد بالك. فهو السكه دي طريق دوت مش عاجب ناس زي كده. وطبعا بقى الجماعه اللي كانوا بيسقفوا له طب وجعوا دماغنا بيه وان دوت حلم مصر الوحيد وان احنا يعني ما عندناش غيره، ده احسن واحد في العالم، وامريكا كانت نفسها تاخده بس يعني قالت مصر اولى وخدوه انتوا وكلام من ده، يعني هيموتوا على اثره جماعه الطبالين بتاعتهم، علاء الاسواني وابراهيم عيسى والصف ده كله، يعني اللي هو بالليل نهار بيسبح بحمده كانهم يعني شافوه قبل كده بسلامته، مسك بلد وطلعها فوق. الا ده ما حصلش خالص. يعني هو زيه زي البيه جمال، زي البيه علاء، زي اي حد، زيك، راجل لسه لم يجرب، يعني ما جربناهوش لسه خالص. ده رجل تحت التجريب، ياخد 6 شهور تحت التجريب، لو فشل نرفده. ده قصارى امره. ايه يعني ايه اللي عنده خليه يخرج من هذا الباب؟ يعني مش عارف. فالجماعه دول كلهم مزعلانين قوي، لان الموضوع كده مش هيجي، مش هينفع. شعب ما بيفهمش، وشعب طلع غبي، وشعب ما بيشوفش، وهيروح يختار الجماعه الوحشين، وهيسيب الراجل الأبهة ده مش هياخد. خلاص. فهناك ناس كثيرون، انا طبعا ما بقولش ان هم اللي عملوا كده، انا بسأل سؤال افتراضي، مين اللي يغيظه الوضع الحالي للبلد؟ البلد الان تتجه نحو النور، كانت ضلمه ولسه ضلمه، لا احنا عارفين رايحين جايين منين، مفيش حد عارف حاجه. ما قلت اي حد يقول لك احنا والله فلان ده ايه شرعيته،
مالوش شرعية. طب وفلان ايه شرعيته؟ مالوش شرعية. والمجلس العسكري يقول لك مالوش شرعية. طب والوزراء ده هنغيرهم الصبح بوقفة في التحرير، هنغيرهم كلهم الصبح، وفلان نشيله بعد 5 دقايق. هي بلد ايه ان شاء الله؟ دي بلد؟ دي مش بلد، دي بقت لعبة يعني أي حاجة والسلام. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فبدأت البلد تتجه نحو الاتجاه الصحيح. اللي هيفك الأزمة دي إيه؟ أنا ممكن أن أزعم إن أنا الشعب، أقول أنا الشعب وأنا بتكلم باسم الشعب. هيطلع واحد يقول لا أنت مش الشعب، أنا الشعب. ده اللي بيحصل. جماعة في التحرير يقولوا إحنا الشعب، طلع لهم العباسية إحنا الشعب. طب مين فيكم الشعب؟ ولا دول الشعب لا هذا ولا ذاك. الشعب موجود ما ماتش لسه، ولم يوكل أحدا يتكلم باسمه إلى الآن. الشعب اللي هو 85 أو 105 مليون مصري، هم تقريبا 105 110 مش 80 ولا حاجة. ده كان الرئيس الله يجحمه كان كمان بسمسر علادي، يعني هو كان بيشيع ان المصريين 85 مليون مصري عشان يقبض من بتوع السكان وبتوع الصحة، ونقول له انه ده شاطر بتعرف تعمل تحديد نسل حلو، فكان بيقبض على الحتة دي. ولهذا كان يتلاعب بالتعداد، لكن التعداد الحقيقي لمصر يجاوز 100 مليون مصري. تصوروا؟ فلسه ما ماتوش، موجودين كلهم، لسه عايشين اهو قاعدين، وما شاء الله كلهم فاهمين كويس جدا، واقل واحد فيهم بيفهم احسن من ادخن واحد من الجماعه اللي عارفين بيهم للنهار دول. فلا من في التحرير يمثلون الشعب، ولا من في العباسيه يمثلون الشعب، ولا انا امثل الشعب، ولا اي واحد ولو حتى كان شنبه 7 متر يمثل الشعب. مفيش. اللي هيمثل الشعب اعضاء مجلس الشعب، دول اللي الشعب فعلا اختارهم، طلع في الصندوق وقال انا عايز الراجل ده وانا عايز ده وده مش عايز. وعملنا احصاء وفرز، طلع ان 500,000 في المعادي عايزين فلان، وما جاش حد عكسهم من الشعب قدر يجيب ويكسر ارادتهم، فصار هؤلاء فعلا اختاروا ممثل للشعب. خلاص بقى ده بيتكلم باسم الشعب بجد مش بهزار، ومحدش يقدر يقول له انت مين، يقول له انا عضو عن الشعب، انا ممثل الشعب. خلاص. فقبل التمثيل النيابي مفيش حد يتكلم باسم الشعب، لا انا ولا انت، والشعب لسه ما قالش كلمته، الشعب بدأ يقول كلمته خلاص. فلما بدأ الشعب يقول كلمته، وبدأت الكلمة هذه تأتي في غير صالح عبده مشتاق وإخوانه وأشياعه والجماعة اللي هم كانوا مخططين يبقى هم كل حاجة. طب ما هم أصلا كانوا كل حاجة سابقا. اللي يسمع كلام الجماعة دول يظن ان هم مثلا كانوا مضطهدين قبل كده، كانوا في المعتقلات، كانوا مثلا مش واخدين حقهم في البلد، ده هم اللي كانوا واكلينها. ومش كان بينزل كل سنة يعدي على الرئيس يقعد معاه، وكان مكرم معزز في قصره وفي فيلته، ويروح ويأتي بكل أريحية في البلد. وإخوانه وأشياعه وجماعة الطبالين بتوع دول كانوا حد منعهم؟ ما كانوا عايشين بالطول وبالعرض. كانوا هم لسان المعارضة المستعار، يشتموا ويطبطب عليهم هو بعد شوية، يشتموا ويبوسوا الأيادي بعد شوية. كلهم كده، مفيش حد منهم كان خط واحد، كلهم عنده خطوط حمراء وخضراء وزرقاء وكل الألوان. خلاص. وعايشين بالطول وبالعرض ومنعمين، حتى اللي بيشدوا عليه منهم قدام الناس بس تحمير عينين، يعني عشان يعني الناس تخاف، لكن في الواقع ما في حد يضر أحد. ولو ناس عايشين وما شاء الله وكونوا ثروات ضخمة جدا وقعدوا في قصور فارهة جدا، وربنا يزيدهم من فضله، مفيش مشكلة، يعني ما كانش حد مضايقهم في حاجة خالص. يعني هم كانوا رجال النظام السابق في الواقع، وكانوا أحد المنتفعين به، لا عمره حاربهم ولا ضيق عليهم ولا رماهم في السجن 5 6 سنين ما حد يعرف لهم سكه ولا كلام من ده خالص. ولا سمعنا ان حد علماني او ليبرالي كان بالسجن، كان بيروح ياخدوهم الساعه 4 بالليل، ما كانش بيحصل ده خالص. الا مثلا كان واحد بقى يعني مزودها او ولا حاجه، هتلاقيهم نفرين 3 اللي هم الرؤوس بتاعتهم. لكن الشعب العلماني والشعب الليبرالي كان حد بيجي ناحيته؟ ولا حد كان بيبص له عادي. مين اللي كان طالع عينه متبهدل ليل نهار؟ الجماعه الغلابه دول،